قال رئيس مجلس النواب الدكتور رياض السامرائي إن السجون لابد أن تكون دوائر للإصلاح ومراكز للتأهيل والبناء، لا أن تكون مدارس للإرهاب. السامرائي أكد خلال زيارة قام بها إلى دائرة الإصلاح العراقية في سجن الرصافة أن هناك الكثير من الملفات الخاصة بالمعتقلين لم تحسم بعد بسبب ضعف الأجهزة المعنية. وإلى أزمة قانون الانتخابات، طالب النائب عباس البياتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بإيجاد مخرج لما أسماه المأزق الذي دخلت فيه العملية السياسية من جراء نقضه قانون الانتخابات. أوضح البياتي أن مجلس الرئاسة الذي يضم 3 شخصيات يملكون شخصية واحدة بحسب الدستور وتتمثل بموقع رئيس الجمهورية جلال طلباني، مشيرا إلى نقض القانون مرة أخرى سيدخل العملية السياسية في فراغ دستوري. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل. نيجاد يصف موقف أوباما أزاء إيران بالمقلق ويقلل من أهمية فرض العقوبات على بلاده. وأوباما يعلن استراتيجيته الجديدة في أفغانستان بإرسال 30,000 جندي إضافي. أهلا بكم. وصف الرئيس الإيراني محمود أحمدي نيجاد موقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما أزاء إيران بأنه يدعو للقلق. وفي مقابلة صحفية حول ملف إيران النووي، انتقد نيجاد روسيا لتأييدها قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران، مؤكدا استحالة عزل إيران لأن الغرب بحاجة إلى بلاده أكثر من حاجتها إليهم على حد قوله. وتأتي تصريحات نيجاد بعدما عبرت موسكو عن وقوفها إلى صف الغرب بفرض عقوبات على طهران ردا على عزمها بناء 10 منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم. أكدت إيران أن خيار تبادل اليورانيوم المخصب مع الخارج لا يزال قائما، لكنها لم تستبعد أن تنتج بنفسها الوقود النووي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهامان براست انتقد ما اعتبره مسارعة دول أعضاء في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إدانة طهران بسبب قيامها ببناء منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم قرب مدينة قم، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تكون لدى إيران خطط استراتيجية طويلة الأمد. كشف الرئيس الأمريكي باراك أوباما أخيرا عن استراتيجيته الجديدة لإنهاء الحرب ضد طالبان وتحقيق الاستقرار في أفغانستان، وذلك بعد أكثر من 3 أشهر من المداولات مع كبار مستشاريه. وأعلن أوباما خلال خطاب ألقاه في أكاديمية ويست بوينت العسكرية في ولاية نيويورك عن أسرع عملية نشر قوات ل30,000 جندي إضافي يتم إرسالهم على مدى 6 أشهر في أوائل عام 2010. تذكير بالعناوين. الرئيس طلباني يؤكد على أهمية تفعيل التعاون المشترك بين العراق وطهران. رغبة كردستانية لحل جميع المشاكل العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية. نيجاد يصف موقف أوباما أزاء إيران بالمقلق ويقلل من أهمية فرض العقوبات على بلاده. وأوباما يعلن استراتيجيته الجديدة في أفغانستان بإرسال 30,000 جندي إضافي. مشاهدينا، هذه النشرة انتهت. دمتم في أمان الله.